السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيشن هتكون عن ال DCM أو Diagnostic Communication Manager Hands On. طبعا احنا اتفقنا ان احنا عندنا configurations لأي موديول بيكون مقسوم جزء static وجزء dynamic. الجزء الاستاتيك ده بيبقى كود static ما بيتغيرش، والجزء الديناميك ده بيتغير project specific. الجزء الديناميك ده بيجنريت بيزد على الكونفيجريشنز بتاعتنا دي احنا بنحطها في ARXML files، وبنقدر نعمل لها viewing using configuration tools زي التول اللي باشمهندس كرولوس عاملها. تول قوية جدا بنقدر نكونفيجر بيها الاوتوزار موديولز. هنكونفيجر ايه النهارده؟ هنكونفيجر الدي سي ام. خلينا ناخد الدي سي ام ونشوف ايه اللي احنا ممكن نكونفيجره جوه. هنبص هنلاقي كونتينر اسمه دي سي ام config set. جواه 4 main configuration container: دي سي ام general، دي سي ام دي اس ال، دي سي ام دي اس دي، ودي سي ام دي اس بي. خلينا ناخد دي سي ام جنرال. هنلاقي في الدي سي ام جنرال طبعا الشورت نيم بتاع الكونتينر. هل احنا بنسبورت ديفلوبمنت ايرور ديتكشن ولا لا، اللي هي الديت ايرورز ولا لا. هل بنسبورت نوتيفيكيشن فانكشن، نوتيفيكيشن مانيفاكتشر او سبلاير. هو في الاخر الاثنين هم نوتيفيكيشن فانكشنز. لما بيجي ريكوست معين النوتيفيكيشن دي بتتكول. سبلاير او مانيفاكتشر دي حاجه لوجيكال جروبينج بس. النوتيفيكيشنز ديت جايه من السبلاير، الشخص اللي بيسبلاي الستاك، ولا من المانيفاكتشر، الشخص اللي هو بيمانيفاكتشر السوفت وير نفسه على الاي سي يو. فلوجيكال جروبينج بس في الاخر بيعملوا نفس الهاندلنج. فلو انت عملت انيبل للنوتيفيكيشن ففي كده كول اوت بتتنده وبتتهندل في سيرتن كومبوننت على حسب البروجكت، دي بتبقى حاجه بروجكت سبيسيفيك. طبعا دي سي ام فيرجن انفو اي بي اي لو انت عايز تقلبه فيرجن انفو. ودي سي ام تاسك تايم دي اللي هي ايه التاسك بتاعت الدي سي ام اللي هي بتيجي بيريودك. عايز تيجي كل قد ايه؟ مثلا كده تيجي كل 20 ملي سكند. بعد كده احنا قلنا ان احنا الدي سي ام بتاعنا مقسوم الى 3 لايرز، صح؟ فاحنا محتاجين ناخدهم لاير باي لاير. خلينا ناخد دي سي ام دي اس ال. لو فتحناه هنلاقيه جواه دي سي ام دي اس ال بفر. فده السايز بتاع البفر. خلينا نفتح هنلاقي بيقول لك ايه، بيقول لك ده السايز بتاع البفر ولازم يكون as large as the longest message response او request. فده الجزء بتاع البفرنج. يبقى انت محتاج البفر ده يكون كبير as much as اكبر ريسبونس موجود عندك، ودي حاجة لازم انت تهندلها. لو انت البفر بتاعك مش كبير enough في جزء من الداتا هيضيع. فده دي سي ام دي اس ال بفر. عندنا ايه تاني؟ عندنا دي سي ام دي اس ال دياج ريسبونس. في اتنين configuration parameters. اول واحد الماكس نمبر اوف ريسبوند بيندنج. زي ما قلنا ان انت لو بتعمل ريكوست او بتعمل ريكوست بياخد وقت طويل، فده بيحدد لك اكبر عدد من البيندنجز ممكن ترجعه للتستر تول از دي سي ام. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هترجع مثلا قد ايه؟ هل اخري 5 وبعد كده رجع له ايرور، ولا اخري 4 كده رجع له ايرور؟ لا، ده بيتحدد بيزد على configuration. ده الماكسيمم نمبر اوف بيندنج ممكن ارجعهم للتستر تول. عندي ايه تاني؟ عندي ال DCM دياج ريسبونس اون سكند ديكلايند ريكويست. يعني ايه سكند ديكلايند ريكويست؟ مش احنا قلنا ان انا لو بهندل ريكويست ولو جالي ريكويست تاني ببقى الدي سي ام نوت افيلبل لان هو بيندنج بيعمل حاجه، صح؟ ساعتها المفروض ارجع له بيزي ريبيت ريكويست، ان انا بيزي يعني، فمش هقدر اهندل دلوقتي فريبيته بعدين. ان انا ارد الرد ده configuration parameter. هل انا محتاج ارد ولا لا؟ لو true بيرجع بيزي ريبيت ريكويست، لو false ما بيردش اصلا، بيبقى مفيش نو ريسبونس. يعني لو انت بتهندل ريكويست معين وكان الريسبونس وكان الريكويست ده لسه ما خلصش وجالك ريكويست تاني، لو انت عامل دي بترو فهترجع له بيزي ريبيت ريكويست. لو مش عاملها بترو عاملها فولس مش هيرجع حاجه ومش هرد عليه اصلا. طيب حلو جدا. عندنا بعد كده الكونتينر ده اللي هو دي سي ام دي اس ال بروتوكول. جواه حاجه اسمها دي سي ام دي اس ال بروتوكول رو. ده الجزء اللي بيهندل فيه البروتوكول. ايه البروتوكولز اللي موجوده عندنا؟ فبنلاقي عندنا ايه؟ فبنلاقي عندنا دي حاجه اسمها دي سي ام دي سي ال بروتوكول اي دي. بنحدد في كل رو. يعني انا ممكن يكون عندي كذا رو، يعني أنا ممكن يكون عندي سي ام دي سي ال كذا كذا بروتوكول، كذا كونتينر من ده. ممكن اكليك يمين واد واحد تاني، اد بروتوكول رو تاني. تمام. فانا عندي البروتوكول ده بيهندل اليو دي اس اون كان.
ممكن اد واحد تاني واخليه يهندل الاو بي دي اون كان، واحد تالت يهندل مثلا اليو دي اس اون فليكس ري، واحد رابع يهندل الاو بي دي اون اي بي اللي هو اون ايثرنت، وهكذا. يبقى انا ممكن اهندل يو دي اس بس، ممكن اهندل او بي دي بس، ممكن اهندل يو دي اس اوفر كان بس، ممكن اهندل او بي دي اوفر ايثرنت بس، ممكن اهندلهم كلهم على حسب انا مسبيسيفاي كام بروتوكول في الدي سي ام دي سي ال بروتوكولز. وطبعا بيكون عندي هنا الكونكشن ده بيحدد انا عندي كام كونكشن. الكونكشن كونتينر ده المفروض هو اللي بيتبوينت او بيتريفرنس من البي دي ار، يبقى هو عارف ان انا في الاخر هكول او الانتري بوينت بتاعتي من الدي سي ام هو الكونتينر بتاع دي سي ام دي اس ال كونكشن. فانا لو جيت هنا هلاقي عندي ايه؟ عندي البروتوكول اللي هو اليو دي اس اون كان، تمام. البروتوكول بايوريتي لو جالي كذا ريكوست، فالبروتوكول ده ليه بايوريتي اعلى ولا لا. لو عندي هنا الجزء بتاع التايمينجز اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو بيكون في السيشن، فهنا البي 2 تايم اللي هو الوقت بتاع اول بندنج تتبعت بعد الريكوست معمول 50 ملي سكند، والوقت بتاع الوقت اللي بتوين الكونسيكوتيف بندنجز معمول 5 seconds. ودوت معظم الكونفيجريشنز المهمة اللي موجودة في البروتوكول اللي هو دي سي ام دي اس ال بروتوكول. كده لما انت عملت ده انيبل، فانت باي ديفولت بتهندل اليو دي اس سيرفيسز، السيرفيسز اللي متسبيسيفايه في اليو دي اس اوفر الكان. لو زودت رو تاني وخليته مثلا يو دي اس اون فليكس راي، فانت بتسبورت اليو دي اس سيرفيسز اوفر الفليكس راي. طيب لو غيرت ده وخليته او بي دي اوفر كان، فانت كده ما بقتش تسبورت اليو دي اس اوفر كان، بقيت بتسبورت السيرفيسز بتاعت الاو بي دي. طبعا السيرفيسز ايه هي؟ السيرفيسز اللي احنا كنا بنشرحها في منهم اكتر، وفي سيرفيسز شبههم موجوده في الاو بي دي، وبيبقى ليهم برضو فورمات، ريكوست فورمات وريسبونس فورمات، وبيبقى ليهم هاندلنج معين. طبعا الكلام ده كله انا بسبيسيفاي انهي بروتوكول انا بهندله، وبهندله اوفر انهي كوميونيكيشن بروتوكول، يبقى انهي دايجنوستيك ستاندر انا بامبلمنته اوفر انهي كوميونيكيشن بروتوكول. طيب حلو جدا. طبعا دي هنا النوتيفيكيشن فانكشنز بتاعتنا، فهنا بسبيسيفاي ايه النوتيفيكيشن فانكشن بتاعتي، بحط اسم النوتيفيكيشن فانكشن سواء هي مانيفاكتشر نوتيفيكيشن او سبلاير نوتيفيكيشن، والدي سي ام هو اوتوماتيك بيكول الفانكشن ديت. طبعا بنبقى احنا متفقين بيبقى فيه سبيسيفيكيشن للارجيومنتس بتاعت الفانكشن دي، انا بحط بس الاسم بتاع الفانكشن وهو بيكولها، او بيتكريت لها بورت وبكونكت الكومبوننت بتاعتي على البورت دوت، وهو دي سي ام اوتوماتيك بيكون النوتيفيكيشن فانكشن ديت. وهي بس بتنوتيفاي ان انا جالي سيرفيس معينه، ولو في certain functionality محتاجه اكسكيوتها بيحصل لها execution. زي ما قلنا المانيفاكتشر شبه نوتيفيكيشن، بس ده لوجيكال جروبينج مش اكتر. طيب احنا كده خلصنا معظم الكونفيجريشنز المهمه اللي موجوده في الدي سي ال، في الدي اس ال سوري. نخش على الدي اس دي. زي ما قلنا الدي اس دي هو جواه السيرفيس تيبل، هو جواه السيرفيسز بس اللي انا بقدر اسبورتها. فلو دخلنا فتحنا السيرفيس تيبل هنلاقي عندنا السيرفيسز. طيب انا اي سيرفيس مفروض تكون امبلمنتد جوه الدي سي ام، انا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا كريت الكونتينر بتاعها جوه الدي اس دي، واحط السيرفيس اي دي هنا بس كده، وهو الدي سي ام هيعرف ان هو محتاج يهندل الكولينج او الريكوستنج للسيرفيس دي. فانا هنا لو حطيت مثلا السيرفيس 0x11 اللي هي الريسيت، وسميتها هنا ريسيت، ريسيت، تمام كده، هو هيبقى عارف ان 0x11 دي هو عنده الانترنال امبلمنتيشن بتاعها، فهو كده هيعمل لها هاندلنج. طبعا لو انا جيت هنا ممكن ازود سيرفيس تانية عندي ريسيت، ازود واحدة تانية اسميها مثلا ريد داتا باي ايدنتيفاير، ريد داتا باي دي، ريد داتا باي ايدنتيفاير او ار اي دي على طول، وخليها 0x22، فهو كده هيهندل لي ريد داتا باي ايدنتيفاير. ممكن ازود واحدة كمان مثلا رايت داتا باي ايدنتيفاير، لا سوري دي السيرفيس اي دي هنا، رايت داتا باي ايدنتيفاير، وهنا 0x2 اي،
يبقى انا كده عندي 3 سيرفيسز هاندلد. فلو جات لي حاجه غير الثلاثه دول، الدي اس دي هيرجع نيجاتيف ريسبونس للدي اس ال، وبعد كده الدي اس ال هيرجعه للبي دي ار. فدول بس ال3 سيرفيسز اللي هاندل. يعني انا ممكن يكون عندي الامبلمنتيشن موجود في الدي سي ام، ده الجزء اللي بنسميه الستاتيك كود، بس الكونفيجريشنز بتاعتي بتقول في البروجكت ده ما تهندليش غير ال3 سيرفيسز دول بس، باقي السيرفيسز انا مش عايزه. بس فهي دي الطريقه اللي انا بكومباين بيها الجزء الستاتيك، الجزء الستاتيك كود مع الجزء الدايناميك، الجزء اللي هو بيتجنريت من الكونفيجريشن. فانا بيبقى عندي ماكروز بتنيبل وبتديسيبل الفيتشرز. فلما انا جنريت كده الكونفيجريشن دي، الاقي ان الكود بتاعي بس في الجزء الديناميك طبعا ال3 سيرفيسز دول، فدول ال3 بس اللي هروح انفوك الفانكشناليتي بتاعتهم من الستاتيك كود. وباقي الكود موجود في الدي سي ام موديول بتاع باقي السيرفيسز، بس انا مش هاخده معايا في البروجكت بتاعي، مع انه موجود بس انا مش بستخدمه. طيب، يبقى انا كده قلت الدي اس دي. اخش بعد كده على الدي اس بي. الدي اس بي فيه بقى كل الحاجات اللي ليها علاقة بالهاندلنج والبروسيسنج. زي ما قلنا الانترنال امبلمنتيشن بتاع كل السيرفيسز بيبقى جوه الدي اس بي. طيب السيرفيسز نفسها اللي موجوده ستاتيكلي مش هيكون ليها كونفيجريشن هنا زي الريسيت والحاجات دي، بس السيرفيسز اللي هي محتاج يكون ليها كونفيجريشن زي الاي ديز، زي الدي اي ديز، فانت محتاج تكونفيجرها، لان انت محتاج تعرف الدي سي ام ايه الدي اي ديز اللي موجوده عندك. فهتروح تفتح الدي سي ام دي اس بي دي اي دي، كاريت كونتينر اسمه دي سي ام دي اس بي دي اي دي، وتروح رايح قايل له الدي اي دي بتاعي مثلا 0x1234، يبقى ده الاي دي بتاعي، والدي اي دي دوت هو يوزد. تمام. وبعد كده بخش اعرف ايه السيجنالز بتاعتي، السيجنالز ايه الداتا اللي موجوده فيه. فبعرف المكان بتاعها والريفرنس بتاع الداتا ديت، بعرف المكان بتاعها في الدي اي دي، لان انا في الاخر عارف ان الداتا اللي بتتبعت بعد الايدنتيفاير لازم يكون ليها بوزيشن معين. فلازم اعرف الدي اي دي بتاعي، بديله الاي دي بتاعه، وبيرفرس حاجه اسمها دي اي دي انفو. فبيبقى باقي الكونفيجريشن في الدي اي دي موجوده في حاجه اسمها دي اي دي انفو. لو فتحنا الدي اي دي انفو هنلاقي ان جواه كونتينر اسمه دي اي دي اكسس. ده اللي بيعمل سبيسيفيكيشن للاكسس بتاع الدي اي دي. فلو دوسنا اد هنلاقيه يقدر نخليه نعمل دي اي دي ريد اللي هو ريد داتا باي ايدنتيفاير، دي اي دي رايت اللي هو رايت داتا باي ايدنتيفاير، ودي اي دي كنترول ده سيرفيس اسمها اي او كنترول، بس هي مش مهمه قوي فعشان كده ما شرحناهاش. فلو قلنا مثلا دي اي دي ريد هنلاقي كونتينر للدي اي دي ريد، وجواه بنسبيسيفاي انهي سيشن الريدنج بيبقى موجود في انهي سيشن، طبعا مش مكونفيجرين سيشنز، وموجود في انهي سكيورتي ليفل. مش احنا اتفقنا ممكن نسبيسيفاي لكل diagnostic ريكوست او لكل دي اي دي او لكل روتين diagnostic سيشن وسكيورتي ليفل ما يشتغلوش غير فيهم، فاقدر اكونفيجر دول هنا. لو انا ما كونفيجرتهمش يبقى هم شغالين باي ديفولت في اي سيشن وفي اي سكيورتي ليفل. فانا كده بسبيسيفاي ان الدي اي دي ده هيتريد بس. فلو حد حاول يعمل رايت للدي اي دي ده هيرجع له نيجاتيف ريسبونس. طب لو عملت اد وخليته كمان رايت، يبقى انا الدي اي دي بتاعي دوت بينفع يتعمل له ريد وينفع يتعمل له رايت. وطبعا بلينك الدي اي دي انفو بالدي اي دي، فبقى الدي اي دي اللي هو 0x123 الدي اي دي انفو بتاعه بينفع يتعمل له ريد وينفع يتعمل له رايت. طيب حلو جدا. ماشي. طبعا انا هنا كريت دي اي دي تاني، بقى عندي هنا دي اي دي هسميه مثلا temperature، ورحت كريت عملت كليك يمين على الدي سي ام دي اس بي وعملت اد، وعملت اد ل دي اي دي. وممكن اسميه حاجة تانية، اسميه مثلا فولت، واديله مثلا identifier 0x1212 مثلا. وبقى انا كده عندي 2 دي اي ديز. تمام. حلو جدا. طبعا لازم ادام كريت 2 دي اي ديز يبقى لازم يكون عندي 2 دي اي دي انفو، والينك كل واحد بالدي اي دي انفو بتاعه. ماشي. عندي ايه تاني؟ عندي السكيورتي. المفروض ادام انا مهتم بحته السكيورتي اروح اكاري السكيورتي ليفل،
واسبيسيفاي configurations بتاعت السكيورتي ليفل ديت، السيت سايد والديلي تايم، لان انا دي حاجات كلها لها علاقه بالسكيورتي احنا بنعرفها اكتر في الكريبتو ستاك. بس ان جنرال لو انا مش عايز سكيورتي ليفل مش هكريت كونتينر اسمه دي اس بي سكيورتي. السيشنز بتاعتي بروح اكريت سيشن، فانا هنا عندي سيشن واحده ممكن اديها اسم مثلا، الشورت نيم بتاع دي مثلا خليها ديفولت. ماشي. وهنلاقي هنا فيها التايمينجز بتاعتنا. ماشي. والسيشن دي نو نوت فور بوت، يعني مش دي مش للبوتينج مثلا. ممكن يكون في سيشن تانية بتاعت البروجرامينج تكون مثلا فور بوت. ممكن اروح ازود سيشنز تانية، اروح اد وازود سيشن تانية، ويبقى عندي مثلا كذا سيشن. يعني باي ديفولت المفروض يكون عندي ديفولت واكستندد وبروجرامينج. ممكن ازود عن كده. طبعا هنا مفيش configurations قوي. آه، بس ان جنرال دي الكونفيجريشن بتاعه الديفولت سيشن. هنلاقي التايمينجز بتاعتنا اللي هو البي 2، البي 2 ستار والبي 2. وهل السيشن دي configured فور بوتينج ولا لا، هل هي سيشن معمولة يعني تعمل لها بوتينج او ريست للبوت لودر ولا لا. وبحط اسم السيشن وخلاص. بعد كده اقدر اريفرنس السيشن بتاعتي في الدي اي ديز وفي الروتينز وفي السيرفيسز اللي موجودة في الدي اس دي برضو، ان السيرفيسز دي بتهندل في سيشن معينة بس مش في كل السيشنز. فانا كده عرفت السكيورتي ليفل والسيشنز والدي اي دي والدي اي دي انفو. نروح على الروتين. الروتين زي الدي اي دي بيبقى برضه ليه ايدنتيفاير، ممكن يبقى 0 اكس 1 1 1 1، يبقى ده الروتين ايدنتيفاير. هل الروتين ده ليه فيكسد لينث ولا لا، اه ولا لا. هل الروتين دوت بيسبورت الريزلت ولا لا. عارفين ان احنا عندنا في الروتين في ستارت وستوب وريزلت، فهل هو بيسبورت الريزلت ولا لا. ممكن نقفل الريزلت خالص. هل الروتين ده بيوز البورتس، يعني هل انا اكول فانكشن دايركت ولا اكونكت بورتس. طبعا الروتين بتاعنا ينفع احط هنا الامبلمنتيشن بتاع الروتين از فانكشن كول، سواء هو ستارت احط الفانكشن اللي انا محتاج اندهها عشان يستارت الروتين. فلو مثلا الروتين ده متامبلمنت في سي دي دي، فاروح احط الفانكشن هنا اللي هي بتامبلمنت الروتين دوت ويروح يكسكيوتها. بتاعت الستوب احط الفانكشن هنا بتاعت الستوب، بتاعت الريزلت احط الفانكشن بتاعت الريزلت. وزي ما اتفقنا بيكون لكل واحده فيهم فورمات معين بارجيومنتس معينه بتبقى متسبيسيفايه في الاس دبليو اس. لو عايز اقفل الريزلت ممكن اقفله من هنا. لو عايز ايوز البورتس فالاربعه دول ما يكونش ليهم اي لازمه. وبعد كده اروح اكونكت بورت ثرو الار تي اي لو انا عايز اكومينيكيت مع السوفت وير كومبوننت مثلا. او لو عايز اعمل دايركت فانكشن كول لو هي مثلا حاجه سي دي دي او بي اس دبليو تحت الار تي اي، ممكن احطها هنا على طول. ونفس الكلام، هل الروتين ده يوزد ولا لا، هل انا محتاج ستوب روتين ولا لا. لان انا ان جنرال مينيمم محتاج ستارت، ستوب ده اوبشنال وريزلت اوبشنال. فلو انا مش محتاج ريزلت ممكن اقفلها، لو انا مش محتاج ستوب ممكن اقفلها. لو محتاج التلاتة افتح التلاتة واحط التلاتة فانكشنز هنا. فده الجزء بتاع الروتين. في حاجة لازم الينك طبعا الروتين بالروتين انفو. فبحط هنا الريفرنس بتاع الروتين انفو، وباجي هنا كاريت روتين انفو. الروتين انفو بسبيسيفاي فيها طبعا السكيورتي ليفل والسيشن بتاعتي اللي انا محتاج الروتين يرن تحتيهم. يعني زي ما احنا متفقين ان انا لازم يكون عندي سيشن، السيشن دي هي اللي ينفع ارن فيها الروتين الدي اي دي الديagnostic سيرفيس بتاعي. لو انا مش مسبيسيفاي diagnostic سيشن او مش مسبيسيفاي security level، المفروض باي ديفولت يكونوا بيرنوا في كل حاجه. بس احنا باي ديفولت بنحط ديفولت سيشن، هي باي ديفولت بتتكريت بنحط فيها ديفولت سيشن. عايز بعد كده تخليها في سيشن معينه بتروح تشيل الديفولت سيشن وتحطها اكستندد بس. فساعتها مش هترن غير في الاكستندد سيشن. عايز تحطها في سكيورتي ليفل بتروح تكريت سكيورتي ليفل. سكيورتي ليفل ده بيبقى اوثنتيكيشن لليوزر. اليوزر محتاج يرن سيرفيس ديت معينه خاصه بالسكيورتي، اللي هي سكيورتي دايجنوستيك سيرفيس. ودي بتخليه يوثنتيكيت نفسه عن طريق ان هو بيعمل زي هاند شيك كده مع الدي سي ام، حاجه كده متخصصه في جزء الاوثنتيكيشن، حاجه خاصه في كريبتو. هنعرفها اكتر لما ناخد الكريبتو ستاك ان شاء الله. بس فور ناو
انت لو مش عايز security level مش هتحط security level، لو عايز هي ترن في الديفولت بس هتحط الديفولت سيشن بس، فساعتها هي كده بترن في الديفولت. عايز ترنها في الديفولت والبروجرامينج والاكستند تحط التلاتة. عايز تخليها ترن في البروجرامينج بس تحط البروجرامينج. عايز تخليها ترن في الاكستندد بس تحط الاكستندد. كده احنا بقينا عندنا اوفر فيو قوي عن الكونفيجريشنز بتاعه الدي سي ام. لما هحتاج اكونفيجر حاجه جنرال على الدي سي ام كله هروح على الكونتينر بتاع الدي سي ام جنرال. لو محتاج حاجه خاصه بالدي سي ال بالدي اس ال اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالسيشن مع التستر تول، حاجات ليها علاقه بالبندنج، حاجات ليها علاقه بالتستر بريزنت هكونفيجرها هنا. حاجه ليها علاقه بالسيرفيسز، السيرفيسز نفسها سيرفيس تيبل اني سيرفيسز اللي سبورتد هروح اكونفيجرها في الدي اس دي. حاجه ليها علاقه بالروتينز والدي اي ديز والسيشنز والسكيورتي ليفلز هروح اكونفيجرها في الدي اس بي. كده انا بقى معايا very good overview عن الدي سي ام. طبعا لو كده دخلت اي بروجكت محتاج اي حاجه بدور على حاجه معينه اقدر انافيجيت ثرو configuration واطلع الحاجه اللي انا محتاجها. او حتى لو مطلوب مني اكرييت نيو سيرفيس، اكرييت نيو دي اي دي، اكرييت نيو روتين، بقيت عارف ازاي اعمل له كرييشن بسهوله جدا. طبعا زي ما احنا اتفقنا ممكن الحاجه تتكول دايركت زي ما شفنا بيبقى في فيلد فاضي احط فيه الفانكشن بتاعه الدي سي ام بيكولها. وممكن الحاجه تتكول ثرو بورتس، ده بيبقى ثرو الار تي اي. لو انا كنت عملت تشيك على البوكس بتاع يوز بورتس. طبعا احنا كده خلصنا السيشن بتاعه الكونفيجريشن. طبعا التول قويه جدا، اديتنا هاند سون اكسبيرينس على الكونفيجريشنز. نفس الفيو اللي احنا بنشوفه ده بنشوفه في التولز اللي هي الكوميرشال. بيبقى فيه ديسكريبشن تحت بيحدد المالتيبلستي الابر واللور، وبيحدد البيس دبليو ام دي الفايل اللي هو بيكون موجود فيه الديسكريبشن موديول ديسكريبشن بتاع الموديول. بيبقى فيه ديسكريبشن لبارامترز بير يعني فور ايتش بارامتر. زي ما شفنا مثلا في الحالة بتاعة البفر هنلاقي فيه ديسكريبشن واضح بيحدد ايه الاستخدام مثلا بتاع دي سي ام دي اس ال بفر سايز. فالتول قويه، دينا هانسون اكسبيرينس قويه. لو شفنا اي تول كوميرشال بنفس النظام هنلاقيه بنفس التكنيك هنعرف نكونفيجر التول بكل سهوله. شكرا ليكم، واشوفكم في السيشنز اللي جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.